اكتر فيديو طلب مني في حياتي، فخلينا اخيرا نتكلم عن الجورنالينج. اي حد يعرفني من قريب او من بعيد عارف ان انا دايما عندي جورنال من وانا 8 9 سنين، ودايما يعني بدون مذكراتي او حياتي، واتطور الموضوع ده معايا لحد دلوقتي، ولحد دلوقتي هو جزء اساسي من حياتي. وانا بالنسبه لي يعني بجد من اهم نقاط القوة في الحياة. يعني انت لما تكون بتجورنال فانت كده يعني معدي حتة كبيرة قوي. فانا عايزة الفيديو ده يكون دليلك الشخصي لبداية الجورنالينج، لو انت لسه ما بدأتش او بدأت وعايز مساعدة شوية، اي حاجة عايز تعرفها عن التدوين او الجورنالينج هتبقى في الفيديو ده. فخلينا نتكلم اكتر، وكمان في اخر الفيديو هنجورنال مع بعض عشان النهاردة المفروض رايحة كافيه هجورنال هناك. فعايزة اوريكم يعني سامبل من الجورنالينج عشان في ناس كتير بتسألني عن الموضوع ده. وكمان هحط لكم في الديسكريبشن PDF فور فري هيكون فيه البرومتس او الاسئله اللي انا بحبها واللي بتخلي دماغي تشتغل اكتر علشان اعرف اجورنال بطريقه تخليني افهم نفسي اكتر. وانا صغيره كنت بمر بشويه صعوبات، بس حاجه من الحاجات اللي كانت في حياتي هو ان انا كنت خيالي واسع قوي، كنت طفل خيال واسع وكنت بعيش في عالمي الداخلي كتير قوي. يعني انا العالم الداخلي بتاعي ده كان ريتش قوي، فانا لجأت لان انا احط الحاجات اللي في دماغي الكتير دي على ورقه، علشان انا ما كنتش عارفه يعني ايه تدوين او جورنالينج ولا ايه فايدتها ولا اي حاجه. انا بس حسيت ان انا محتاجه ان انا اعمل كده. وبعد كده يعني تطورت هذه الرغبه لانه طب ليه ما احطش الحاجات دي علشان يعني افتكرها، انا عايزه افتكر الحاجات دي. فما كنتش اعرف فوائد الموضوع ده، بس سبحان الله يعني الاول بدات من ان انا اكتب اللي بيحصل في حياتي، اللي هو مثلا النهارده عملنا كذا كذا، حاجات عبيطه صغيره. وبعد كده بقيت اتكلم اكتر عن انا حسيت بايه في الموقف ده، انا فكرت في ايه في الموقف ده. فبدات ان انا افهم نفسي اكتر just by ان انا بكتب عن الحاجات اللي بتحصل والرياكشن بتاعي، فبشوف الحاجتين جنب بعض. يعني عقلنا مش راشنال طول الوقت، مش دايما بتلاقيه بيتصرف التصرف اللي انت عايزه او اللي انت فاهمه حتى. فلما تحط الحاجات دي على ورق بتبدا ان انت الكنترول الحاجات اللي انت بتعملها اكتر، مع عقلك هو لوحده يكون بيعمل حاجات انت مش فاهمها. الحاجه التانية اللي ساعدتني قوي في طفولتي هو ان انا بدات اكتب عن حاجات انا عايزاها تحصل في المستقبل. فيعني ممكن تشوف حد مثلا عنده 13 سنه وقاعده بتكتب يعني الجولز بتاعتها في المستقبل. زمان طبعا يعني كان في كلام كتير قوي عن الجول سيتنج وكده حوالينا في الكتب، بس وانت طفل صغير في العادي انت مش بتبقى مشدود قوي للحاجات دي. انا كنت مشدوده جدا للحاجات دي، بس برضو انا كنت من جوايا من غير ما انا اقعد اشوف الناس كاتبه ايه في الجولز بتاعتها، كنت انا لوحدي عندي حاجات انا عايزه اعملها وبكتبها مع نفسي في الجورنال بتاعي. فايه الفايده بقى من الموضوع ده؟ هو ان انا كنت بعرف احدد حاجات معينه انا عايزه اوصل لها، وبحط الحاجات اللي في دماغي دي على ورق اللي هو فيه فيجوال معين كده، اللي هو مثلا هدف من اهدافي ان انا ادخل مدرسه معينه، فقاعده بفكر واتخيل انا في المدرسه دي هبقى عامله ازاي، وبكتب الموضوع ده يعني كاني بحط حاجه من دماغي على الواقع. فكنت بس عايزه ابدا بالحته دي عن طفولتي، قد ايه انا ممتنه للجورنالينج ان هو خلاني افكر في الحاجات دي اصلا، او ان انا ابقى بالطريقه دي كونكتد مع نفسي. ندخل بقى في الجزء الحقيقي، وهو ليه اصلا حد يدون او يجورنال. في فيديو انا حطيته على انستجرام وتيك توك كنت بقول فيه انه محدش يقدر يقول لي انا مين، ودي حاجه من الحاجات القويه عندي. يعني ان انا فعلا مش بعرف اقتنع قوي لما حد يكلمني ويقول لي انتي مثلا غبيه او تايهه او ايا كان، مهما كان الحاجه اللي هتتقال لي محدش يقدر يقنعني بيها غير لو انا مقتنع بيها. انا حاسه ان جزء كبير من الموضوع ده هو ان انا كنت بكتب، ان انا كنت بجورنال، كنت بعرف نفسي، كان عندي سيلف اويرنس من زمان قوي. ففكره ان انت تبدا تكتب ده معناه ان انت بتبدا تقضي وقت اكتر مع مشاعرك وافكارك بطريقه تخليك فاهم عن نفسك اكتر. فمش سهل ان حد يجي يقولك انت كذا فانت تتشد ناحيه الثوت دي، لا انت اوريدي عندك ما يثبت عشان انت حرفيا بتكتب الحاجات اللي بتحصل، وعندك افكارك ومشاعرك اللي بتبني بيها انت شخصيتك بنفسك. فده اول حاجه. تاني حاجة هو القرارات الكبيرة هي اللي بتغير حياتنا، صح؟ القرارات الكبيرة دي بتنتج عن ايه؟ بتنتج عن افعال. الافعال دي بتنتج عن ايه؟ بتنتج عن افكارنا او افكارنا ومشاعرنا، يعني combination من الافكار والمشاعر. فالفكرة ان انت ممكن افكارك دي تخوفك قوي من حاجة، زي مثلا تقولك مثلا انه لا انت مش تقدر تعمل الحاجة دي، او الحاجة دي كبيرة قوي عليك، او لا خلينا بس احسن في السيف سايد. بس لما تبدأ تكتبها بتبدأ تشوف فعلا هل الفكرة دي منطقية ولا لا. زي ما قلت عقلنا مش دايما منطقي، ففكرة ان انت بتكتب الافكار بتاعتك بتديها حجمها الاساسي. مش بس كده، بس برضو بتديها حجمها الاساسي، يعني مش بتديها اكبر من حجمها ولا اصغر من حجمها. ساعات احنا افكارنا بناخدها كده اللي هو
خلاص دي فكرة. كلنا كان عندنا افكار اللي هو كده، اللي هو انا عايز اعمل حاجة، وبجد يعني مفيش وقت، مفيش ديدلاين للموضوع ده. مش حاجه اسمها كان زمان بقى عملت الكلام ده وانا عندي 18 19 سنه لكن دلوقتي لا. لا، لحد دلوقتي بيجي لنا افكار واحنا بندسمس الافكار دي. فتخيل ان انت بتكتب وبتدون مع نفسك ويعني بتحط افكارك دي على الورق، هتلاقي نفسك ان انت بتكون كونكشنز مع الافكار دي احسن بكتير، وبالتالي ممكن فعلا تاخدهم بجدية اكتر من لو هما كانوا في دماغك وخلاص. تالت حاجة هو ان بيكون عندك حاجة ترجع تقراها. يا جماعة انا بجد ما كنتش حاسة بكده وانا بكتب، يعني ما كنتش حاسة انه يا لهوي هرجع اقراها واحس بقى مشاعر اللي هو ده حاجة قديمة او كده. كنت مش بحس ان ده حاجة هتحصل، بس برجع اقرا حاجات من 2 و3 سنين واقول يا لهوي بجد انا فكرت كده، انا قلت كده، انا كنت بحس كده في الوقت ده ازاي. يعني اللي هو بتبدا تبص بقى انه يا لهوي انا قلقت قوي على حاجه هي اصلا في الاخر طلعت الحمد لله كويسه. يا لهوي انا فكرت بالطريقه دي وهي اصلا يعني حاجه تانية خالص. فبتبدا تبص انه انت دلوقتي بتعمل نفس الحاجات، اللي هو انا قلقانه قوي 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 على حاجه غالبا هتبقى كويسه هي كمان، فاهميني؟ وغير بقى يعني النوستالجيا من ان انت تقرا مواقف حصلت زمان، حتى لو مواقف عبيطه قوي انت مش هتفتكرها في العادي، بدات تفتكرها اكتر بسبب الحاجه اللي انت بتقراها دي. في كتاب اسمه The Artist's Way انا برشحه جدا وبحبه جدا، والكتاب ده كان بيتكلم على براكتس، وهو ان انت تكتب 3 صفح الصبح، وكان بيسميه morning pages. فان انت تكتب 3 صفح الصبح، يعني حتى لو ما فيش اي حاجه في دماغك، يعني حتى لو ما فيش حاجه في دماغك وهتكتب ما فيش حاجه في دماغي، ما فيش حاجه في دماغي، ما فيش حاجه في دماغي، لحد ما تملى 3 صفح الصبح then do that. اول يوم مفيش حاجه في دماغي غير صفحه، بس قعدت اكتب كتير لحد ما تاني يوم بقى عندي حاجات اكتر، تالت يوم بقى عندي حاجات اكتر. والكتاب ده بيتكلم عن فايده ان انت تحط الحاجات دي كلها على ورق الصبح اول ما تصحى، بيخلي دماغك رايقه اكتر. فبجد انا حاسه ان احنا محتاجين البراكتس ده في حياتنا دلوقتي جدا. طيب خلاص ماشي، اقتنعت، اعمل ايه بقى دلوقتي؟ يعني ازاي ابدا؟ انا شايفه ان اول حاجه تبدا بيها هو انك تعمل البراكتس بتاع The Artist Way، وهو انك تحاول تكتب. يعني هات جورنال جديده جميله اموره، حط فيها ستيكرز، وحاول تكتب الحاجات اللي انت يعني حصلت اليوم او مريت بيها النهارده، حسيت بايه، فكرت في ايه، حتى لو هي حاجات راندم جدا. ولو مش لاقي حاجه تكتبها اعمل زي ما البراكتس بيقول، اللي هو اقعد اكتب مش لاقي حاجه اكتبها انا حاسس بكذا، يعني حط حاجات راندم عادي جدا، وده اللي هيبدا يخلي دماغك تتنشط اكتر في الحته دي. طب دي حاجه كبيره قوي، انا مش قادره ابدا في حاجه زي كده دلوقتي. ابدا بان انت تكتب حاجات انت ممتن ليها كل يوم. يا لهوي يا جماعه انا بجد كنت حاسه ان دي حاجه صغيره قوي، اللي هو انا عارفه الحاجات اللي انا ممتنه ليها مش لازم ان انا اكتبها، بس كان في فتره في حياتي وانا في الجامعه كنت يعني بعاني من انكزايتي، وكنت حاسه ان انا يعني متوتره دايما طول الوقت بطريقه مش منطقيه، حتى لو مفيش حاجه بتحصل انا دايما متوتره، دايما بفكر في اسوأ سيناريو. والبراكتس ده ساعدني جدا ان انا بس بكتب الحاجات اللي انا ممتنه بيها في اليوم. سبحان الله كان في كود قريتها وفعلا حقيقيه، ان مشاعر الامتنان ومشاعر القلق بيتنافسوا على نفس المكان، ما يقدروش يقعدوا في نفس المكان مع بعض. دي حقيقة بجد. فيعني جربوا الموضوع ده وشوفوا يعني هل دي حاجة فعلا فرقت معاكم ولا لا. واهم حاجة لو حاجة فرقت معاكم او ما فرقتش بليز قولولي، عشان انا بجد بهتم ان انا اشوف يعني الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي هل هي برضو انتوا حاسين بنفس الحاجات، بتحصل معاكم نفس الحاجات ولا لا. بجد مهتمه جدا، فياريت تقولوا لي لما تجربوا الحاجات دي. لو برضو مش عايزين تعملوا كده هسيب لكم زي ما قلت لكم في الديسكربشن PDF فور فري في كل البرومتس والاسئله اللي انا بحبها، عشان تبداوا ويبقى بالنسبه لكم حاجه مش محتاجين تفكروا فيها كتير وانتوا بتجاوبوا على اسئله. طيب دلوقتي تعالوا اوريكم الجورنال بتاعتي او سيستم الجورنالز بتاعتي. تنويه بسيط، انا عندي جورنال اللي هي كتابه، وعندي نوشن انا بستخدمه ديجيتال، يعتبر ان انا بحط برضو افكاري وحاجات انا بعملها على نوشن. فده بالنسبه لي سيستم، ده سيستم تاني مش بحط نفس الحاجات. والفرق ما بينهم هو ان نوشن حاجات منظمه انا اوريدي فكرت فيها وعايزه انظمها في حاجات كاتيجوريز، والجورنال بتاعتي هي مش لازم تكون منظمه خالص، حاجات اللي انا بحبها وبعبر عن نفسي فيها وبتكلم مع نفسي كده، يعني حاجه يوميه اكتر. انا السيستم بتاعي بسيط جدا على فكره، ودي من الحاجات اللي انا بحبها، عشان الواحد مش عايز يعني ان هو يشتغل 8 ساعات وبعد كده يخلص يشتغل 8 ساعات على الجورنال بتاعته. يعني الجورنال المفروض تسهل حياتنا مش تصعبها. فانا عندي جورنالز كتير فعلا، ولكن في حاجات منهم صحابي جابوها لي مثلا هديه او كده، لكن انا في الاصل عندي جورنال واحده اساسيه للسنه، وهي يعني كل سنه بجيب جورنال واحده.
دي جورنال بتاعت 2026، انا اللي حاطه الستيكرز دي، ودي اللي بحط فيها كل حاجه. يعني مثلا في انواع مختلفه للجورنالينج وهحكي لكم عليها وهحكي لكم ايه الانواع اللي انا بحطها هنا، بس هما كلهم هنا. دي جورنال تانية هي عباره عن اسئله كل يوم، حرفيا صفحه كل يوم، يعني كل يوم يبقى فيه صفحه، دي في وقت الصباح ووقت المساء، وبتبقى سؤالين 3 عن اللي هو مثلا ايه الحاجات اللي انت ممتن ليها. هي اسمها جراتيتيود جورنال، فهي جورنال سيمبل قوي، ودي يعني معايا للسنين كلها، يعني مش بغيرها كل سنه. هي انا اصلا مش كل يوم بفتحها واكتب فيها حاجه، عشان ساعات بكتب الجراتيتيود ليست بتاعتي هنا وساعات مش بكتبها اصلا في اليوم، بس هي موجوده علشان الايام الصعبه اللي انا محتاجه اواظب على ان انا اكتب الحاجات اللي انا ممتنه ليها فيها تكون موجوده. فدي تاني جورنال عندي. دي انا مش بستخدمها قوي دلوقتي عشان هي زي يعني جدول بتاع اليوم، بس انا دلوقتي بستخدم نوشن عشان احط الجدول بتاع الاسبوع بتاعي. واخر حاجه لما نشوف الجورنال الاساسيه، هي دي جورنال صغيره بكتب فيها الحاجات اللي انا فخوره بنفسي فيها، وبرده معايا السنين كلها، يعني مش لسنه معينه، عشان برده مش كل يوم بكتب حاجات فخوره بنفسي فيها، وساعات بكتب الحاجات اللي انا فخوره بنفسي فيها في الجورنال الاساسيه. فهي بس حاجه صغنطوطه كده، يعني بحب اكتب فيها لما اكون عملت حاجه عايزه اتكلم عنها مع نفسي حتى لو هي صغيره. الجورنال الاساسيه بقى، اول حاجه ببدا بيها هو اني بكتب رساله لنفسي المستقبليه اللي هي بعد سنه من دلوقتي، وبقرا الرساله اللي انا كتبتها لنفسي السنه اللي فاتت، وبعد كده بحط صفحه تعريف عن نفسي، الحاجات اللي انا بحبها، لانه كل سنه الحاجات دي بتتغير، فممكن اشوف حاجه من 10 سنين افتح اول صفحه واشوف انا كنت بحب ايه وكنت بتكلم عن ايه، مهتمه بايه. بعد كده بقى بيبقى فيها حاجات مختلفه كتير، يعني مثلا بكتب صفح عن مثلا identity rules، فممكن اقرا لكم حاجه من الصفحه دي، ان انا بحط رولز لنفسي علشان تعرف شخصيتي لنفسي. فاول حاجه كاتباها create as much as I consume، يعني قاعده من القواعد اللي انا حطاها لنفسي هو ان انا انتج على قد ما استهلك. create imperfect things and love them، يعني ان انا بعمل حاجات مش perfect ومش مثاليه ولكن لسه بحبهم. مش هصدقكم واقرا لكم كل الرولز، بس يعني انتوا فهمتوا الفكره. بيبقى فيه صفح كده اللي هي حاجه مره واحده انا بكتبها، لستة حاجات عندي، لسه اسمها irrelevant want list، يعني حاجات انا عايزاها بس هي irrelevant لاي حاجه. حاجات عايزاها بقى ممكن اكتب فيها مثلا بتيناج جديد، حاجه يعني راندوم قوي وملهاش علاقه باي حاجه بس انا عايزاها فبحطها في الirrelevant want list. طبعا في صفح اللي هي المورنينج بيجز او الجورنالينج، ان انا يعني بكتب مشاعري وافكاري والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها كلها. في صفح فيها خططي واحلامي، الصفحه دي مثلا انا حرفيا كاتبه رساله لاي حد، يعني اي حد يكتشف مذكراتي وانا عجوزه ويقراها عايزه يفتح الرساله دي. عامه يا جماعه انا وارثه الجين ده، عشان حرفيا جده كان بيكتب رسائل كتير قوي واحنا اكتشفنا الرسائل بتاعته دي، ويعني انا بجد دي حاجه مؤثره فيا لحد دلوقتي. فهو احنا بنحب نكتب، لازم لما اكبر احفادي يلاقوا كتاباتي. في برضه هنا صفح اللي هو سكراب جورنالينج او سكراب بوكينج، وهي تبقى عباره عن الحاجات اللي احنا بنجمعها في اليوم، اللي هي مثلا ستيكر محطوط على كوبايه او ريسيت قديم، الحاجات دي بنجمعها ونحطها في صفحه واحده بشكل ارتستيك كده، وتكتبوا عليها اللي حصل في اليوم مثلا او كده. فبرضه كل ده هنا انا بعمل كل حاجه انا عايزه اعملها، حتى في صفح فيها رسومات والوان وما فيهاش اي كلام، فيها ستيكرز مثلا ما فيهاش اي كلام. فكل تعبيراتي موجوده في الجورنال الاساسيه بتاعه السنه. شكرا قوي عشان انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك للفيديو. بس دلوقتي هاخدكم معايا الكافيه بتاع ارتس اند كرافتس وهنجورنال هناك، وهوريكم وانا بجورنال الميل تايم. مفيش حاجه محضراها، وده اللي انا بعمله في الحقيقه، ان انا ما بدخلش بحاجه محضراها، بس متحمسه نجورنال مع بعض.
شكرا عشان شفت الفيديو. انا بجد ببسط قوي لما حد فيكم يقول لي انه بدأ جورنالينج بسببي، لاني ببقى اللي هو انا متحمسه جدا لكل التغييرات اللي هتحصل في حياتك، اللي هو بجد انا مبسوطه لك. فبجد لو انتوا بداتوا الجورنالينج لازم تقولوا لي، وتقولوا لي لو انتوا اوريدي بتجورنال قولوا لي افكار. ما تنسوش اني احط لكم في الديسكربشن الاسئله اللي انا بحبها، فانتوا قولوا لي برضو الاسئله اللي انتوا بتحبوها. وبس كده، stay راعين.